رأيكم في التمثال اللي ورايا ده؟ تحفة صح؟ بس تحسوا ان هو مايع شوية، مش حلو شوية، رديء شوية. ليه؟ تعال اقول لكم ليه. ده تمثال لامبراطور روماني. اه والله الناس اللي كانوا بيستحقرونا، اللي ما كانوش يتكسفوا يقولوا ان هم كانوا بيحكموا مصر او يتكسفوا ياخدوا الالقاب المصريه، لكن ما بيتكسفوش يلبسوا ايه؟ لبس مصري. ومش بيتكسفوا ان يحطوا التماثيل دي بره في ايطاليا ويبينوا للناس ان هم بيلبسوا اللبس المصري، لكن يستحقروا ياخدوا الالقاب. عشان لما اجي اقول لكم ان في كلام كتير جدا بيتقال ولا ليه مصدر، ومع ذلك بتلاقوا في مصادر للغلط، يا ريت مصادر للصح. مش معنى ان حد حط مصادر ان المصادر عنده صح، لا لا، في مصادر غلويه. تعالوا اوريكم مين ده. الامبراطور دوميتيان، هذا فرعون، يعني على شكل فرعون. شايفين الاستحقار؟ كانوا بيستحقرونا قوي 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 يا ولاد. طب لقوه في مصر، كانوا متويين وعندنا في مصر علشان اخواته الرومان ما يشوفوش اللبس المصري بتاعه عشان هو بيستحقر المصريين. لا يا فندم، ده موجود فين؟ في ايطاليا. مصنوع من الديوريت. طيب بما انه هو مصنوع من الديوريت، اذا ده تم تصنيعه في مصر. بس زي ما انتم شايفين جودة الصناعة مش حلوة. ليه؟ لان كان بمزاج المصريين. يعني الوحش ده اللي لو كان ملك مصري اتعمل له تمثال زي كده، كان ما اقولكمش كان عمل ايه في الصناع. وده فرحان قوي بالتمثال ده برغم ان وجود الكثير من الاخطاء فيه. تعال قارن التمثال ده بتمثال مصر قديم اصيل اتعمل لملك مصري اصيل. شايفين الحلو ده؟ شايفين النمس عامل ازاي؟ مش مبهوأ، لا، مفرود على الكتاف. سيمترية، سيمترية في التمثال. قوة في العضلات، قوة في العضلات. شايفين الرجلين؟ انا مش عايزه اوريكم رجلين التمثال اللي فات. والله انا لو كنت مكان دوميتيان ده انا ما كنت سبتهم، بس نعمل ايه؟ طب مين الملك الحلو ده؟ ده الملك امنمنحات الثالث وهو صغير، اللي كان لابس لبس الفهد، فاكرينه؟ لبس الكاهن اهو، جميل اهو، قاعد اهو حبيبي. ها، تعالوا قارنوه بالتمثال التاني. إيه رايكم؟ طب تعالى اوريكم تمثال كمان لملك بطلمي. تعالى اوريكم برضو المصريين كانوا شايفينهم ازاي. تمثال مارك انتوني، بطليموس الخامس عشر من الجرانيت. شايفين؟ فين السيمترية يا شعب مصر؟ انتوا عملتوا في الناس عمايل. ده متهيألي دي وضعية الأسير، والله دي وضعية الأسير، اللي هو الإيد بتبقى راجعة لورا شوية. دي وضعية الأسير مش وضعية ملك. بس هم هيفهموا منين؟ مش هيفهموا حاجة. فمحدش يجي يقول المصريين حد احتكرهم، ده كانوا فظاع، والله العظيم كانوا فظاع. طب تعالوا بقى اوريكم جزء حلو قوي من الاحتكار. اصل هم كانوا بيحتكرونا قوي 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 قوي. القعده دي قعده جميله. يا ترى قاعدين فين؟ في الجنه صح؟ لا مش في الجنه، عند نهر النيل، قاعدين على شط النيل عندنا اهو. اهو شايفين؟ استنوا ابعد شويه عشان الشخص ده بصراحه الانسان ده بيقول معلومات حلوه. بصوا موازيك دي اللي اسمها الموازيك دي اوف نايل فيو، قعدتهم على نهر النيل، الجنة بتاعتهم. بصوا 100 سنة قبل الميلاد لغاية 100 سنة بعد الميلاد. لقوها فين؟ لقوها في إيطاليا. يا لهوي، كانوا حاطين المنظر ده في ايطاليا. طب يا جماعه دول كانوا بيحتكرونا هناك، بس كانوا بيقعدوا عادي كده صح؟ طب ما حطوش ليه منظر لايطاليا وهم هناك؟ ليه حاطين منظر لمصر؟ عشان كان هناك مفخره ان هم يجوا يقعدوا على نهر النيل عندنا او يلبسوا اي حاجه تخصنا. شفتوا الكلام بيتعوج ازاي علشان يفهموكوا حاجه ما حصلتش ولا هتحصل، لا قديما ولا حديثا. ولغايه وقتنا هذا انت مجرد ما بتقول مصر او ايجيبت الف من يضرب لك تعظيم سلام على المرحله دي بس. فخلينا مصريين بس، بدل المرحله دي هي فخر قوي ده.